99. المتفوق بالخير أمجد شعبة الرياضيات بمعدل 18.64 من ولاية أجدة. الجائزة من فخامة السيد رئيس الجمهورية. الجائزة 10.50 بمعدل 18.47. الجائزة الموالية من نصيب المتفوقة زعوم ناريمان شعبة العلوم التجريبية من ولاية طهران بمعدل 18.45. الجائزة الموالية من نصيب مسعود الكثينة شعبة العلوم التجريبية من ولاية طهران بمعدل 18.45. الجائزة الموالية من نصيب معمري عليا شعبة العلوم التجريبية من ولاية كاتنا بمعدل 18.42. الجائزة الموالية سليماني إلياس شعبة العلوم التجريبية من ولاية عنابة بمعدل 18.42. والآن مع الردود عدد 15.60. من ولاية كاتنا يشرفها أن تستلمها من فخامة السيد رئيس الجمهورية. عنابة بمعدل بمعدل 15. من الجزائر بمعدل 18. معدل 18 يشرفها أن تستلمها فقط. هو معدل 18 الجزائر بمعدل 18.33 يشرفها استلامها. بعد 18.22 الجائزة
بمعدل 18.3. ولاية عنابة بمعدل 18.9. بمعدل 18.4. وعرفانا له ولجهوده في سبيل تطوير منظومة التربية والتعليم في الجزائر، كرمت أسرة التعليم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بهدية رمزية، كما أخذت بالمناسبة صورة تذكارية لرئيس الجمهورية مع المتفوقين في بكالوريا 2012. أتقدم إليك فخامة السيد الرئيس بهدية رمزية معبرة من خلالها عن تقديرها وعرفانها بالجهود التي بذلتموها وما زلتم تبذلونها خدمة للتربية والأجيال كافة. أهلا وسهلا بالحضور الكريم مرة أخرى في ضيافة فخامة السيد. وبمناسبة الحفل التكريمي الذي خص به رئيس الجمهورية المتفوقين في بكالوريا 2012، أكد وزير التربية الوطني أبو بكر بن بوزيد أهمية النتائج المحققة في شهادة البكالوريا هذا العام، موضحا أن هذا النجاح هو ثمرة الإصلاحات التي اعتمدت في المنظومة التربوية منذ عدة سنوات. فتحية بالعالية. بعد تذكيره بلغة الأرقام لتطور نسب النجاح في امتحانات الشهادات التعليمية في مختلف أطوارها منذ عهد الاستقلال إلى اليوم، أشاد وزير التربية الوطنية بجهود الدولة لتطوير قطاع التربية في إطار سياسة الإصلاحات، انطلاقا من سياسة ديمقراطية التعليم إلى سياسة توسيع الهياكل الضرورية لاستقبال المتمدرسين في كل مراحل التعليم، وسياسة التأطير وبرمجة مناهج رشيدة للتعليم. كل هذه الإجراءات كان لها أثر واضح في تحقيق هذه النتائج. سيداتي سادة الحضور، إن هذا التحسن العددي والنوعي في النتائج بقدر ما يسعدنا بقدر ما يفرض علينا بذل المزيد من الجهد والعمل أكثر من ذي قبل للوصول إلى الأفضل عن طريق متابعة ملف الإصلاحات التربوية وتقويمه. 64 ناجحا بتقدير ممتاز هم من المتفوقين في شهادة البكالوريا، ممن فاق معدلهم 18، ليحظى أول متفوق بمعدل 18.99. وقد خص رئيس الجمهورية هؤلاء بتكريم خاص، وهي لفتة جديرة بالتقدير وبصيص أمل لمستقبل واعد. التلميذ هو العنصر والأساس إذا ما تسلح بالإرادة وقوة العزيمة وواظب على المراجعة والتركيز، لأنه على قدر الجهد تكون النتائج، ومن طلب العلا سهر الليالي، وكما قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فئة المترشحين لشهادة بكالوريا دورة جوان 2012 من ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتت تفوقها مرة أخرى هذه السنة بتحقيق نسبة نجاح قدرت ب 65.82%، وهو ما يمثل نجاح 129 مترشحا من بين 196 مترشح، ليحظى العشر الأوائل منهم بتكريم خاص من طرف رئيس الجمهورية. إن ميزة صاحب الاحتياجات الخاصة تكمن في تحديه للصعاب وتجاوز كل العراقيل، وهذه
ميزة إيجابية تدفعنا للمساهمة في النهضة الفكرية والعلمية ومواصلة المسيرة للمساهمة في رقي وازدهار وطننا